اش هادشي واقع في اسبانيا؟ اشنو هاد الترحيل هذا اللي جا على غفله؟ وعلاش الاتحاد الاوروبي اختار هاد الوقيته بالضبط باش انهم يرحلوا الناس؟ شنو خاصك دير باش ما تطيحش في هاد المشكل هذا وتصبح في البلاد ديالك انت من هاد الناس اللي رحلوهم؟ واش في خباركم بلي ان اليوم رحلوا 20 واحد غير من الميريا بحدها؟ من الميريا بحدها رجعوا 20 واحد الخوت كاملا عندهم الورق ديالهم مريقلين، يعني انهم فقط ناقصنهم انهم يمشيو يدفعوا، يعني مريقلين الورق ديالهم باش يدفعوا في التسويه الجماعيه، ما عندهم حتى شي مشكل، لقاو راسهم في البلاد في المغرب. اي الخوت وحدين منهم هضرنا معاهم شخصيا، تواصلنا معاهم وعطاونا جميع الاخبار وجميع بالديتاي بداك الشيء. قال لك السيدي كانوا غادن عاديا بحالهم بحال اي واحد غادر السنترو ديال المدينه، الوسط ديال المدينه، دايرا منهم من الدراري شويه دازت واحد الحمله ديال البوليس، بداو كيشوفوا الناس اللي عندهم اوراق اللي ما عندهمش، جمعوا 20 واحد، جمعوهم كاملين حتى لقاو راسهم في الفوزيرات كيتسناو الباطو يصيفطوهم. هذا الشيء هذا اللي بغيت نقول لكم الخوت، ردوا البال ثم ردوا البال، ولكن هذا الشيء ما يخلعكمش. الحاجه اللي غنصحكم بها هي انكم ملي تجمعوا الوريقات ديالكم وياك شي واحد يمشي يدفع راسو سترا خيريه، حاولوا تشوفوا اللي يدفع لكم، حاولوا تشوفوا المحامي هو اللي يدفع لكم، بعدوا من السترا خيريه، بعدوا من كل شيء، جمعوا الورق ديالكم، دخلوا بحالكم، يعني ما تمشيوش التجمعات، ما تبقاوش جالسين مع الدراري برا، ما تبقاوش، المهم راه باين شنو خصك دير في هذه الوقيته هذه بالضبط. قبل تسويه جماعيه راهم دايرين حمله كبيره، وهذا الشيء اللي غنقول لك، جمع الورق ديالك وبقى في دارك، وعطي المحامي هو يتكلف لك بالمسائل ديالك، والله يسهل عليكم.